أكتر حرفين أولاد اللي بيتلخبطوا ما بينهم هو السمول بي والسمول دي، وده بيلخبط أي حد، بس إحنا عملنا حل سريع جدا إن هم ما يقدروش يتلخبطوا ما بينهم بمنتهى السهولة. أول حاجة السمول بي الطفل بيفتكروا ويتخيلوا كده اللي هو لايك فات مان، زي الراجل القلبوزة التخين. الراجل القلبوزة التخين عنده إيه كتكوتة؟ عنده belly، يبقى a fat man has a belly. الراجل التخين عنده كرش صغنون كده. أما السمول بي برضو عنده has a belly، برضو السمول بي عنده كرش كمان. يعني كده تعالوا هنا نكتبه مع بعض عشان نفتكره. أهو السمول بي بنكتبه أهو بالشكل ده من فوق لتحت، وبعد كده بنعمل من تحت belly، بنعمل كرش صغنن. يلا بينا نفتكره تاني، أهو من فوق لتحت، وبعد كده بنعمل belly 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 belly، أهو من فوق لتحت، وبعدين بنعمل إيه؟ belly، بنعمل له كرش صغنن. طيب أما السمول دي like a baby، شبه البيبي بالظبط. البيبي بيلبس إيه يا كتكوت؟ بيلبس دايبر، يلبس دايبر أو البامبرز بتاعه. طيب يبقى السمول دي برضه has a diaper. السمول دي عامل ازاي؟ أول حاجة بنرسم سمول سي. فاكرين لما احنا قلنا إن احنا نرسم سمول سي الأول؟ أيوه بنرسم سمول سي ما بين السطرين، وبعد كده بنعمل إيه؟ لاين، بنعمل خط. يلا بينا نعيدها تاني. small c أهو بالشكل ده، وبعد كده بنعمل line خط. تاني try again small c، وبعد كده بنعمل خط. يبقى أنا كده عرفت أفرق بين small b و small c. small b بعمل عصاية وبعد كده بعمل له كيرش من تحت بالشكل ده. أما السمول دي بنرسم small c الأول وبعد كده بعمل عصاية من فوق لتحت، نعمل small c تاني وبنعمل عصاية من فوق لتحت. ده كده الليتر دي. يبقى كده عرفنا ازاي نفرق بين small b و small d. سهل خالص، هتعود ترسمهم كل شوية بكراستك بالقلم المفضل بتاعك أو اللون اللي انت بتحبه وتشوف خطك الجميل. ما تنساش تحل الاكسرسايز ده وتحل هنا color small d، وبرضه لازم تحل الكويز ده عشان تفتكر كل الليترز اللي انت أخدتها من أول letter A لحد الليتر D. طبعا هسيب لكم دي في الهوم ورك بتاعكم، تمام؟ دي هتحلوها في الواجب، دي سهلة خالص، هتوصلوا بين الحرف الكابيتال والحرف السمول. لكن هنحل اللي تحت بقى. يلا بينا نحله مع بعض. هلو هلو هلو، تعالوا كده كيف نسمع الصوت من هنا من QR كود ونحل الاكسرسايز ده. write the missing letter. تعالوا بينا نحله مع بعض. أول حاجة هنجيب الكاميرا، هنجيب كاميرا التليفون بتاعنا بالشكل ده وهنسقطه على QR كود. هيظهر لنا QR كود المربع موجود هنا بالجنب أو بيظهر لنا على طول، ونفتح الموقع الإلكتروني أو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني بالشكل ده. ويلا بينا نسمع الفيديو. هو قال إيه؟ قال carrot. نقفل دي كده أهو الطفل بيسمع. هنسمع تاني عشان نتأكد. يا ترى كلمة carrot بادئة بحرف إيه؟ carrot بادئة بحرف السي. بيقول إيه؟ ك ك ك. يبقى إيه الحرف اللي أنا سمعته اللي هو بيقول إيه؟ ك ك ك. هو الليتر سي، هو حرف السي. طب نسمع الكلمة اللي بعدها. dragon dragon د د. أول صوت سمعته إيه؟ د د د. إيه الحرف اللي بيقول د د د؟ هو الليتر دي أهو، نكتبه كده. يلا بينا الحل اللي بعده. butterfly ب ب ب butterfly. ايه صوت الحرف اللي انا سمعته هنا مش مكتوب؟ ب ب ب ب ب ب اللي هو letter ايه؟ B. برافو عليك شطور، letter B.
نسمع اللي بعده. Camel. Camel. camel camel سمعنا ايه؟ ك ك ك ك ك ك اللي هو letter E letter C. برافو شطور. يلا نسمع اللي بعده. Camel. Dress. Dress. dress dress سمعنا حرف ايه؟ د د د dress dress اللي هو ايه بقى؟ ايه الحرف اللي بيقول د sound؟ هو letter D. Apricot. 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 Can you listen it again? apricot. Which sound can you hear it? ايه الحرف او الصوت اللي انت سمعته؟ apricot. يبقى letter A. برافو. وبكده اتعلمنا ازاي نكتب الحروف واصواتها او ان احنا نتدرب عليهم، بس اهم حاجه نشغل ودنا كتير عشان نعرف ننطق صح. اتمنى يكون الشرح عجبكم واشوفكم على الف خير كده اكيد. وهنتظر واجباتكم بسرعه بسرعه تبعتوها لي عشان اسمع النطق بتاعكم وكمان اشوف خطكم الجميل. اشوفكم على الف خير واقول لكم جود باي.